حلق اللحية محرم، وقد أجمع العلماء على ذلك، حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم. ثم إن حلق اللحية معصية فيها مجاهرة، والمعصية التي فيها مجاهرة أشد إثما من المعصية التي لا يجاهر الإنسان بها. ثم أيضا إن حلق اللحية يتكرر، ويعني قد يحلق الإنسان لحيته في السنة أكثر من 50 مرة، فهي معصية متكررة، والمعصية المتكررة يكسب بها الإنسان آثاما أعظم. ثم أيضا ليستحضر أنه ربما مات على هذه المعصية، كيف يلقى ربه وقد عصاه بحلق لحيته، فليستحضر هذا المعنى. فصار من المنكرات الظاهرة حلق اللحية بالكلية، ومخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم في التوفير والإعفاء. وأشد ما تعظم المصيبة به في وقوع هذا المنكر إذا كان في من ينتسب إلى العلم والتعليم. وشيوع منكر ما لا يؤذن بغض الطرف عنه، فإن المحرم محرم قل أو كثر، فشى في الناس أم لم يفش فيهم. فأما تحريم الحلق فهذا أمر نقل جماعة من أهل العلم الإجماع عليه، منهم أبو محمد بن حزم وأبو العباس بن تيمية الحفيد، فيحرم حلق اللحية إجماعا، والمراد بالحلق استئصالها بحيث لا يبقى شيء من شعرها. أما أخذ شيء منها فأهل العلم مختلفون في دخوله في جملة الإعفاء والتوفير المأمور به أم لا. والصحيح أن أخذ ما زاد عن القبضة صحت به الآثار عن الصحابة كابن عمر وأبي هريرة، وأما ما دون ذلك مما هو فوق القبضة فلم يصح عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم الأخذ منه، فيجب وقف المأخوذ منها على ما ورد عن الصحابة رضوان الله عنهم، وما زاد عن ذلك فلا يؤخذ منه شيء إلا إن حصل به ضرر أو احتيج إليه في مداواة ونحوها. وهذه المسألة مما عظمت البلية فيها في الأزمنة المتأخرة عند الناس،